السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تكونوا على طول بخير وصحة وعافية دائما. برحب بمتابعيني على قناة قطايب الشام ويسعد كل أوقاتكم. اليوم الوصفة كبسة باللحم، رح أحضرها بطريقة منتهى السهولة، ما بتاخد وقت كتير وطيبة، وأغلبنا بيرغب لأكلات الرز. تعالوا نشوف طريقة التحضير، تابعوني خطوة بخطوة وشوفوا قديش طريقتها سهلة. أول شي هون سلقت اللحم لاختصر من وقت الفيديو، حطيت له ملح وفلفل وبصل. البصل بيوفي بالغرض مثل ما بتعرفوا، انا ما بحب الاضافات كتير البهارات. هون لقيتها ناقصه المرقه شوي، زدتها مي عم تغلي، حصرا لازم تكون المي عم تغلي. هلا هون رح ابرش الجزر، اكيد اغلبنا بيحب الجزر فيها، بيعطيها لون حلو، بيفلفل الرز، بيعطيها طعم كتير طيبه. يصير الرز مفلفل لما نضيف الجزر. هلا المكونات عندي: رز حبة طويلة 4 كاسات، أنا حطيت 4 كاسات رز. عندي فلفلة خضراء فرمتها ناعم، بصل مفروم ناعم، والجزر بالإضافة للبندورة اللي حضرتها بالصيف مطربانات الضغط. هلا بمقلاية بالطنجرة على الغاز، حميت الطنجرة، رح أضيف الزيت، والسمنة. هلا رح نزل البصل ليتدبل عندي. البصل ما بيتدبل إذا ما ضفنا له الملح. قد ما ضل على الغاز وقد ما طول على الغاز البصل ما بيتدبل لينضاف له ملح. رشة بسيطة من الملح، رح اتركهم ليتدبلوا. هلا رح افتح المطربان. في صبية سألتني كيف تفتحيه لانه كتير بيعذبها. معلقة ونحرر الغطا لحتى يطلع هذا الصوت. سامعين؟ هذا دليل على نجاح البندورة، لنجاح طريقة حفظ البندورة. هلا هون شوفوا ما احلاها، ريحتها بتاخد العال بتشهي القلب كأنه هلا مسعواي. هلا هون دبل البصل عندي مثل ما ملاحظين. هلا بدي نزل الجزر اللي برشته. اكيد الجزر اختياري، اللي ما بيحب ممكن ما يضيفه ابدا، بس مثل ما قلت لكم بيفلفل الرز، بيعطي طعم كتير طيبه للكبسه. تقليبه بسيطه، رشه ملح كمان. هلا رح اضيف الفلفله اللي فرمتها ناعم. هلا ممكن تستغنوا عنها اذا ما بتحبوها، بس انا كتير بحب طعمتها بهي الاكله هي بالذات. واذا بتحبوا كمان تضيفوا فلفله ملونه كمان بصير تعطيها طعم كتير طيبه. انا بحبها بس فلفله خضراء لحالها. كمان رح اضيف شويه زيت، لقيت الإدامة كتير قليل. كمان حضيف لها رشه ملح حتى تتدبل المكونات كلها مع بعض. هلا هون بدي اعير البندوره لحتى اختصر من عيار المرقه. انا عندي 4 كاسات رز بدهم 6 كاسات مرقه. هلا حعير مرقه البندوره، صوص البندوره. مثل ما ملاحظين طلعوا عندي كاستين، يعني هلا بضيف بس 4 كاسات مرقه، ما في حاجه اضيف 6 كاسات مرقه. هلا يعني حطيت مرقه البندوره بدال مرقه الدجاج. هي صلصه البندوره بدال مرقه الدجاج حتى ما يطلع معك الرز مخبوص. شايفين قديش؟ يعني كاستين الا معلقتين تقريبا، هيك ما بيطلع معك الرز مخبوص ابدا، بيطلع العيار تمام 100%. هلا هون بعد ما تدبل عندي كل الخضروات، البصل والجزر والفلفله، هلا بدي نزل البندوره. البندوره محطوط لها ملح، ما راح احط لها، وقت خزنتها حطيت لها ملح. كمان تقليبه بسيطه حتى تاخد اول غلوه.
هلا هون رح اضيف بهارات الكبسة. انا ما كتير بعشق البهارات، ما بفضلها يعني، خفف كتير بهارات. عندي هون بودرة الثوم، كمان تقليبة بسيطة. انا والبهارات مو صحبة ابدا، بفضل الشي الطبيعي. هون حضيف الملح. هيك لحتى تتسبك عندي كل المكونات مع بعض. هلا رح ضيف مرقة اللحمة 4 كاسات مثل ما قلت لكم، لانه نحن حطينا كاستين صوص البندورة، وهو 4 كاسات رز. هال4 كاسات رز 6 كاسات سائل بدهم. انا حطيت 2 بندورة و4 مرقة لحمة. هلا هون بعد ما نزلت الرز تقليبة بسيطة، رح اتركهم لحتى تنشف مرقتهم. ما بصير حركهم لحتى تنشف المرقة عنهم تماما، حتى ما يخوص الرز. حاتركه ليتهدى. هلا كشف عنه، شوفوا الرز كل حبة واختها، بتقولوا مصفوفين صف. ما شاء الله منظر بشهي، والروايح بتاخد العين. يا سلام شي بشهي. هلا بقى رح اطفي غاز ونسكب الرز. هلا رح نزلهم بشاط مثل ما ملاحظين. شايفين كيف؟ تقولوا صنوبر مصفوف صف. ما شاء الله بياخد العين، والروايح ولا اروع. هيك وصلنا لنهاية الوصفة. بتمنى تنال إعجابكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني من صالح دعائكم واللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بأمان الله، والسلام عليكم.